أجمل ملكة حكمت في التاريخ المصري، والاعتقاد بأنها إلهة وده من شدة جمالها، وتعتبر هي أشهر ملكات مصر. وفي نفس الوقت كانت صاحبة تاريخ غامض، واختفائها المفاجئ اللي يعتبر من الأسرار واللي حيرت العالم واتبنى عليه نظريات كتير عشان تفسر سبب اختفائها المفاجئ، ومقبرتها اللي لحد الآن ما تمش اكتشافها. وفي عهدها حصلت ثورة كبيرة جدا وقصة تحولها لرجل، واللي اتقال فيها إن هي وجوزها مش من البشر لكنهم فضائيين. كل ده واكتر عن حياة الملكة المصرية الجميلة الملكة نفرتيتي. فخلينا نعرف ايه هي قصة حياة الملكة نفرتيتي والغموض اللي بيدور حواليها. انا حنين الغريب ودي حكاية القصة. الملكة نفرتيتي هي أجمل ملكات مصر، وتعتبر أكثرهم غموض في حياتها ونهايتها الغريبة واللي مش مفهومة. والملكة نفرتيتي عاشت في القرن ال14 قبل الميلاد، وهي زوجة الملك أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون، وأنجبت ليه 6 بنات. أما توت عنخ آمون فهو ابن إخناتون لكنه مش ابن نفرتيتي، واتجوز من أخته الغير شقيقة وهي عنخ أسنياأتون. واتلقبت الملكة نفرتيتي بأكثر من لقب زي حاكمة النيل والزوجة الملكية العظيمة وبنت الآلهة وسيدة مصر العليا والسفلى. وده لأن الملكة نفرتيتي قدرت إنها تثبت وجودها في الحضارة المصرية القديمة وتعزز المساواة ما بين الرجل والمرأة. والأمر الأغرب واللي بيأكد لينا بأن الملكة نفرتيتي اتشبهت بالرجال هو وجود صور ليها على جدران المعابد بتصورها وهي راكبة العربة كقائد وبتحارب الأعداء وبتضربهم بالصلجان. والنقوش اللي موجودة على جدران معبد آتون بتصور الملكة نفرتيتي بالفرعون في الصلاة ورفع دراعاتها للشمس. كل ده كان دليل على سلطة الملكة نفرتيتي ومكانتها الكبيرة جدا في مصر الفرعونية. ده غير ان الملكة نفرتيتي هي وجوزها الملك إخناتون غيروا كتير من الأمور في الحضارة المصرية القديمة، فدعوا لعبادة إله واحد، بمعنى انهم دخلوا مفهوم التوحيد في الديانات والعبادات اللي كانت موجودة في مصر ومتبعة لآلاف السنين، فدعوا لعبادة إله واحد وهو إله الشمس آتون. وتصور آتون بقرص الشمس وبتخرج منه أشعة الضوء، وإن نفرتيتي هي وجوزها الملك إخناتون هم الوسطين اللي بين آتون وبين البشر، عشان كده بيمنح آتون من خلالهم الحياة للعالم بأكمله. وكانت فترة حكمهم هي فترة ازدهار اقتصادي كبير جدا، واتحسنت ظروف الحياة بشكل ملحوظ وملفت. ده غير إن الملك إخناتون لما تولى الحكم هو وزوجته نفرتيتي نقلوا عاصمة مصر من طيبة لتل العمارنة وبنوا مدينة جديدة. وبالرغم من السلطة اللي وصلت ليها الملكة نفرتيتي ونفوذها ومكانتها الكبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة، إلا إن السنة ال 12 من فترة حكم إخناتون اختفت الملكة نفرتيتي تماما وما بانش ليها أي أثر في ولا مقبرة ولا معبد ولا حتى موميا، بمعنى إن السنة ال 12 من فترة حكم الملك إخناتون اختفت الملكة نفرتيتي تماما من الحضارة المصرية القديمة. واختفاء الملكة نفرتيتي المفاجئ ده اللي هيخلينا نبحث عن أصلها ونعرف إذا كانت من البشر ولا من الفضائيين على حسب ما النظرية بتقول. وده لأن النظرية قالت بأن الملكة نفرتيتي هي وجوزها مش بشر لكنهم فضائيين، والدليل اللي استخدموه بأن جمجمة الملكة نفرتيتي هي وجوزها وكمان بناتهم مفلطحة، ودي الأسرة الوحيدة اللي كانت جمجمهم كده. وإن أصلا معنى اسم الملكة نفرتيتي بأن الجميلة أتت، وعشان كده اختفائها المفاجئ بيدل على إنها رجعت لعالمها الحقيقي. لكن ظهرت نظرية تانية وبتأكد على أن الملكة نفرتيتي بشرية وإنها من أصول ميتانية من شمال سوريا، واتجوزت الملك إخناتون بعد تحالف مع الإمبراطورية الميتانية، وده عشان يأكدوا السلام بين الدولتين. لكن مصر كذبت المعلومات دي وأكدت بأن الملكة نفرتيتي مصرية وإن هي بنت القائد آي قائد الجيوش المصرية، واللي بيأكد بأن آي هو أبو الملكة نفرتيتي هو اسم موت نجمت واللي كان موجود على جدران مقبرته. وموت نجمت دي ملكة مصرية ما حكمتش لكنها زوجة الملك حور محب، والمثبت بأن موت نجمت هي أخت نفرتيتي. لكن نرجع تاني لنقطة اختفاء الملكة نفرتيتي واللي اتبنى عليها نظريات كتيرة جدا، ومن ضمن النظريات دي بتأكد بأن الملكة نفرتيتي رجعت تاني للحكم بعد وفاة إخناتون لكن في صورة ابنه سمنخكارع، وده يعتبر كشخصية تاريخية غامضة جدا، وفترة حكمه كانت قصيرة وما نعرفش عنه أي حاجة. لكن النظرية بتأكد بأن الملكة نفرتيتي رجعت تاني للحكم لكن في صورة ذكر، وده ما كانش غريب وقتها لأن كانت قبلها الملكة حتشبسوت وقامت بده بالفعل. وأصحاب النظرية دي بيأكدوا على رأيهم بأن
الملك سمنخكارة كان ليه نقوش باسم عنخ خبرو رع نفر نفرو آتون، وبيشارك الملكة نفرتيتي في نفر نفرو آتون، وده معناه الجمال الفائق لآتون. وعشان كده بيأكدوا بأن الملكة نفرتيتي عادت تاني للحكم لكن باسم جديد. لكن في نظرية تانية بتأكد على أن سمنخكارة هو زوج بنت نفرتيتي ميرت آتون وبنت إخناتون الكبيرة، لكن طبعا كل دي نظريات وغرضها الوحيد هو تفسير الغموض اللي حوالين الملكة نفرتيتي من حيث أصلها أو اختفائها المفاجئ. والأكيد إن اللي هيوضح لينا كل الخلافات دي هي مقبرة الملكة نفرتيتي، واللي هتجاوب لينا على كل الأسئلة اللي بنطرحها حوالين أصلها واختفائها المفاجئ، وحوالين كمان تمثالها الوحيد اللي تم اكتشافه سنة 1912 في تل العمارنة من خلال فريق ألماني. والتمثال ده محفوظ في متحف برلين الجديد. وللأسف عشان التمثال خرج من مصر بطريقة قانونية ففي خلافات كبيرة بين مصر وألمانيا حوالين رجوعه لمصر تاني، لكن ألمانيا متمسكة بالتمثال. لكن في محاولة لمعرفة مقبرة الملكة نفرتيتي في سنة 2015 أكد عالم بريطاني إن في مدخل سري مخفي في مقبرة الملك توت عنخ آمون، واحتمال إن المدخل ده يودينا لغرفة سرية وتكون هي مقبرة الملكة نفرتيتي. وفعلا اتأكدت النظرية دي سنة 2020، أكدت على وجود قبر مخفي جوه مقبرة الملك توت عنخ آمون، وده لأن نشرت مجلة ناتشر دراسة للمسح بالرادار اخترق أرضية مقبرة الملك توت وأكدت على صدق النظرية. ولحد ما يتم اكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي عشان توضح لنا كل الإجابات الحقيقية حوالين أصلها أو اختفائها المفاجئ، هتفضل هي من أكتر الملكات غموض في التاريخ المصري.